أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. سادتي ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء. لله رزء طبق الخافقين، لله رزء طبق الخافقين، وأمطر الأدمع من كل عين. رزء فتى ما بلغ العشرتين، فغاله المحتوم والدهر ناب. مذ برز القاسم في عزمه، يذود جمع القوم عن عمه، وأمه هاتفة باسمه. بني أدعوك فرد الجواب، حتى إذا قارب من حتفه فاجأه الأزدي من خلفه، وسيفه المشؤوم في كفه. فجندل القاسم فوق التراب، وأقبلت رملة من خدرها تلطم من
وجد على صدرها وتهتف النسوة في دورها بني عن عيني ضاق الرحاب بني كنت البدر عند التمام يا قمر التمي حميد الفعال كيف وسدت بحر الرمال أي وقاسمة تقل يما أنا ظنيت بالشدة تفيني يما تفيني ولعد كبرتي يا ابني تباريني يما أنا كنت أحسب أيامك وانتظر زفتك وحن جفوف ايدي يا ابني بحنتك تالي يا روحي على الثرى شفتك وحان القدر ما بينك وبيني يا حان القدر ما بينك ياك وبيني يما أنا ما كنت أظن الدار غدار فتت كبدتي والقلب يلهب نار وحقك ما دريت الصار يما الصار حالي راح مني ومن يداويني يا حالي راح مني ومن يداويني يا ويني إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. للتعجيل في فرج المولى صاحب العصر والزمان وشمولنا بخفي ألطافه في هذه الأيام أيام مصاب سيد الشهداء ودعواته شفاء للمرضى وقضاء للحوائج ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد غيري. طبعا ومن المسلمات وأن الكل يعلم بأن الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى وملاك دخول الجنة من عدمها، بل أخطر عقيدة في وجود هذا الإنسان. والذي يريد أن يوصف هذا الأمر الخطير هذا الموضوع الخطير من اللي يريد يوصفه هو أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا.
أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد غيري. شنو هاي الكلمة اللي أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد يتكلمها؟ بيا صفة راح يوصف الإسلام. قال: الإسلام هو التسليم. بهذه الكلمة، نعم، على عظمتها. طبعا هذه المكرمة وهذه الصفة الله سبحانه وتعالى امتدح صاحبها في القرآن الكريم بأجمل أنواع المديح. وأجمل صورة وأروع صورة جسدت هذا التسليم هي قصة نبي الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في البلاء المبين الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم. في بادئ الأمر أن الإنسان الذي يقضي حياته بلا ولد، يقضي حياته ما عنده ولد، ما عنده أولاد، ويصل إلى سن الشيخوخة. وفي بعض الأخبار أن إبراهيم عليه السلام وصل عمره 86 سنة، 86 عام. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى رزقه بمن؟ بإسماعيل عليه السلام. يعني بعد هذا العمر كله وبعد هذا الانتظار صار عمره 86 سنة، يلا الله سبحانه وتعالى رزقه بإسماعيل. فمما لا شك فيه ومن الطبيعي أن حب هذا الأب بعد هذا الانتظار كله راح يكون أشد من حب الناس لأولادهم. هذا شيء مسلم. يعني راح يكون أحب من شخص الله رزقه بولد في أيام شبابه. بل كيف أي ولد، ولا نبالغ إذا قلنا أنه سيخاف عليه حتى من الهواء، حتى من النسيم العابر. فكيف إذا الله سبحانه وتعالى رزقه بولد وكان بهذا الرزق بشارة من السماء، فبشرناه بغلام شنو؟ حليم. أعطاه صفة أيضا، القرآن أعطاه صفة بعد هذا البشارة، بعد هذه البشارة القرآن أعطاه صفة الحلم. ومن كبر وعظمة هذا الابتلاء اللي الله سبحانه وتعالى ابتلاه إبراهيم عليه السلام نبيه، ما أمره مثلا مباشرة بأنه يا إبراهيم مباشرة ما ولد لك إسماعيل اذبح إسماعيل، لا، بل تركه بلغ معه السعي. صار عمر إسماعيل عليه السلام 13 سنة مع أبوه، اللي بتعبيرنا عمره 13 سنة مع والده اللي هو كبير في السن، الآن تو بدأ يعين أباه، تو بلغ معه السعي. الله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا ابتلاء أنه يا إبراهيم لا بد من القيام بهذه المهمة، يا مهمة، وهي ذبح إسماعيل. شنو صار بعد ذلك؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. والقرآن يشير ويبين أنه الله سبحانه وتعالى ما قال لإبراهيم عليه السلام أن يا إبراهيم مثلا هذا الولد ولدك بعد كل هذا العمر وكل هذا الانتظار مثلا سيمرض، ما قال له مثلا أن ولدك هذا سيموت أمام عينك سيقتل، لا، بل كلفه بمهمة بعد كل الاختبارات اللي اجتازها إبراهيم عليه السلام وعبرها برأس مرفوع خرج منها برأس عالي. الله سبحانه وتعالى ابتلاه بابتلاء أشد، لا بد له من أن يضع عطف الأبوة وحنان الأبوة على جنب.
كلفه بمهمة أشبه ما يكون بالمستحيلة. أب مثل إبراهيم وعلى كبر سنه والله سبحانه وتعالى يرزق ولد، تالي الله سبحانه وتعالى يبتليه بهذا الابتلاء. بعد ذلك شنو اللي صار؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إبراهيم عليه السلام يخاطب إسماعيل، كأنما أعطاه الاختيار، كأنما أعطاه الحرية، وكأنه أراد أن يشرك إسماعيل في ثواب التسليم، أنه تسلم لله سبحانه وتعالى. لكن شوف جواب إسماعيل عليه السلام، شوف هذا الجواب اللي ينم ويبين ويناسب ما وصفه القرآن الكريم بأنه فبشرناه بغلام حليم، يبين حلمه وعقل الكبير. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فشوف التسليم اللي صار من قبل إسماعيل عليه السلام، بحيث جسد أروع وأجمل صورة للتسليم. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، بعد ذلك القرآن الكريم ما سجل أي حالة اعتراض من قبل إبراهيم عليه السلام. ما قال له يا الله مثلا هذا الحكم ممكن تغيره، أو مثلا هذا الحكم تعسفي، أو مثلا هذا الحكم سيظلم هذا الطفل، أو مثل ما يتصور البعض أنه هذا الدين هالشكل، أو عقلي ما قبل بهذا الأمر يا الله. اللي البعض يتصور، البعيد طبعا، يتصور أن كل شيء يقبل عقله ويقتنع به فهو صحيح في الدين، وكل شيء ما اقتنع به عقله فهو شنو؟ منافي للدين. بالواقع أن الإنسان الذي يعتقد بالله سبحانه وتعالى أنه حكيم وعادل وعليم وإلى آخره من صفات الله سبحانه وتعالى، الذي يعتقد بها فسيجزم بهذا الاعتقاد اللي هو أن الله سبحانه وتعالى أي حكم يوجب على المكلف فهو فيه مصلحة، وأي حكم ينهى عن المكلف ففيه شنو؟ مفسدة. يعني بتعبير البعض هذه ألف باء العقيدة، يعني أول خطوة في العقيدة أنه الإنسان يعتقد بأن الله حكيم وكل ما يصدر من قبل الله سبحانه وتعالى فيه مصلحة. القضية مو قضية عقل يقبل هذا الحكم أو ما يقبل هذا الحكم، لأن العقل يعمل في مدار، مثل ما يعبرون العلماء العقل يعمل في قنوات. مثلا العقل مش مشترك مع الحواس. إذا الإنسان أغمض عينه لا يمكن للعقل أن يميز هذا اللون أسود أم أبيض. ليش؟ لأنه مو وظيفة العقل، هاي وظيفة الحاسة. كذلك عند التذوق، إذا الإنسان أغلق فمه ممكن أن يتذوق هذا الطعام حلو أو مر، لأن العقل لا علاقة له بهذا الأمر، هاي علاقة الحاسة، من خلالها العقل يميز. فالعقل النتيجة يعمل بمدار، مو كل شيء العقل ما اقتنع به معناه أنه مو صحيح. الله سبحانه وتعالى مرات يعطي حكم يبين علة هذا الحكم، يبين سبب هذا الحكم، ونحن في محضر أهل العلم وأهل الفضل. مرات الله سبحانه وتعالى يعطي حكم يبين، مثل قضية إبراهيم عليه السلام أنه كان ملاكها التسليم. مرات الله سبحانه وتعالى يعطي الحكم لكن ما يبين شنو سبب العلة، ما هي القضية التي لأجلها صار هذا الحكم وإلى آخره. فعودا على بدء، فلما أسلم وتله للجبين، إبراهيم عليه السلام أتى بإسماعيل
وأتى بالسكين. بعض التفاسير تنقل أن إسماعيل قال له: يا أبي، أريد منك أن تغطي وجهي. قال: أولا اقلب وجهي على الأرض حتى لا أكون عين بعين معك ويرق قلبك. وفي قول آخر قال له: يا أبا خمر وجهي، يعني غطيه حتى لا تشوفني وأنا بهذه الحال، قلبك يرق. شوف التسليم. أتى بالسكين إبراهيم عليه السلام، أراد أن يقوم بهذه العملية، السكين لا تعمل. لبعض التفاسير تنقل عبارة جميلة تقول أن السكين امتثلت لأمر الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان إبراهيم عليه السلام يعمل حتى يذبح إسماعيل، لكن الله تعالى لم يرد لها أن تذبح إسماعيل. بعد ذلك شنو صار؟ أخذ يعالج، قلب السكين مرة أخرى، أخذ يعالج بالقضية، المهمة ما تمت. بعد ذلك شنو صار؟ فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. لما سلم إبراهيم عليه السلام لأمر الله سبحانه وتعالى، الله تعالى رفع عنا البلاء، مثل حال كل الناس اللي تشوف البعض، أبعدنا الله وإياكم عن البلاء، شوف البعض يصاب ببلاء، مجرد أنه الإنسان يسلم أمر لله سبحانه وتعالى ويعتقد بأن في هذا البلاء مصلحة، وفي عدم خلاصي من هذا البلاء مفسدة، الله أراد إلي البلاء، تشوف الله سبحانه وتعالى يرفع عنه البلاء. ليش؟ لأنه سلم لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك السيد الخوي رحمة الله عليه ينقل في ترجمة أبو حمزة الثمالي اللي اسمه مالك ابن دينار. أبو حمزة الثمالي يقول: في يوم من الأيام كانت عندي صبية، بنت صغيرة، وقعت فانكسرت يدها، انكسرت إيدها، فأتيت بها إلى التيمي، الشخص هذا اللي يجبر ويعالج. أخذ الصبية من عندي، رفع يدها، قال: يا مالك إنها مكسورة. فدخل هذا التيمي المجبر إلى الغرفة يخرج الجبائر، يقول: أنا بهاي الأثناء واقف، انكسر قلبي على هذه الصبية، فبكيت ودعوت الله تعالى أن يشفيها. خرج هذا التيمي، رفع يد هذه الطفلة، قال: إنها سالمة ما بها شيء. أخذ اليد الأخرى، رآها سالمة كذلك. أبو حمزة الثمالي يقول: ذهبت إلى الإمام الصادق عليه السلام، ذكرت له الأمر، قلت له كيت وكيت، الأمر هكذا حصل. شوف جواب الإمام الصادق عليه السلام، قال: وافق الدعاء الرضا فاستجيب لك بأقل من طرفة عين. يعني يا أبا حمزة، أنت كنت راضي ومسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ودعوت الله، إذا استجاب دعائك أنت تعتقد بأن فيه مصلحة، وإذا ما استجاب دعائك كذلك تعتقد أن فيه مصلحة، لذلك سلمت لأمر الله سبحانه وتعالى، استجيب لك بأقل من طرفة عين. فالملاك والمدار والخصوصية كلها للتسليم. لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي ولا بعدي. شنو الكلمة؟ ما هي النسبة؟ قال: الإسلام هو التسليم، اللي جسدها إلنا نبي الله إبراهيم عليه السلام بأروع صورها، وكذلك جسدها من؟ جسدها في كربلاء القاسم بن الحسن سلام الله عليه. كيف؟
شوف إبراهيم عليه السلام قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. تجي إلى الإمام الحسين عليه السلام يسأل القاسم كيف ترى الموت؟ شنو جوابه؟ دونك يا عم أحلى من العسل. انظر إلى التسليم. لكن أكو موقف شوية يؤلم القلب. ينقلون أن هاجر أم إسماعيل لما رجع إسماعيل رأت خدشا في رقبته من أثر السكين، فأصابها مرض واشتكت، وكان هو المرض الذي ماتت فيه. مجرد أن رأت إسماعيل خدش على رقبته من أثر السكين، لكن ساعد الله قلب رملة اللي ما رأت خدش، ما رأت أثر سكين، بل رأت ولدها مقطع. أي أم، أي قلب، أي مصيبة تتحملها. أجركم الله. انظر إلى تسليم هذا الغلام اللي كان كلما يأتي إلى الحسين عليه السلام عم ائذن لي في القتال، ينظر إليه الحسين بني يا قاسم أنت بقية أخي الحسن، ارجع بني. أجركم الله. يرجع القاسم ويضع رأسه بين ركبته ويبكي، وهو يسمع الحسين ينادي ألا هل من ناصر ينصرنا، ألا من ذاب يذب عن حرم رسول الله، ألا من مغيث يغيثنا. تذكر القاسم عليه السلام رسالة أبيه الحسن أن يا قاسم إذا ضاقت بك الدنيا واسود الفضاء بعينك افتح هذه الرسالة. ذهب إليها فتحها وإذا بها مكتوب بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا في كربلاء لا تقصر في نصرته والسلام. جاء بهذه الرسالة، فرح القاسم، جاء بها إلى عمه الحسين. عم يا حسين اقرأ. نظر إلي الحسين أرخى دموع عينه كأنه تذكر أخاه العزيز. أجركم الله. قال أخي زينب علي بالصندوق. أخرج لامة حرب أخيه الحسن ودرعه وسيفه، كأنه في آخر لحظات حياته أراد أن يرى أخاه الحسن. قال له بني قاسم ودع العلويات فهذا الوداع الأخير. لزمة رجاب سكينة وعمته بنحرة شمه، لزمة رجاب سكينة وعمته بنحرة شمه، ومن الخيم مذهولة طلعت تنادي أمه يا ابني يا جاسم هالوكيت حالك لعمك ضمه، لليوم أنا ذاخرته يا كبالك تخيب ظنوني. هز الرمح والجنة يا والدة تدعيلي، رايح أنا يا والدة من غير ما تقليلي، عمي وحيد بكربلاء الملا ضمن حالي، انت يا وعمتي زينب
لما أغير نخوني. بعد شنو قال يا مؤمن؟ أوصيك يما وصية سمعين لفظ جوابي، يما شبان لو شفتيهم بالله تذكر شبابي، محروم أنا من شم الهوى من دون كل أصحابي، عطشان لا يا والده وقت الشريب ذكريني. يلا مرحومة عبرتك هاي رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا يوم ذكريني من تمر زفت شباب من العرس محروم حنيتي دم المصاب. يلا عيني وياي شمعة شبابي من طفوها حنتي دمي والجفن ذار التراب. أجركم الله. ينقل هذا المؤرخ شيئا عجيبا حدث في المعركة، يقول أن كل فارس يبرز إلينا يرتجز برجز يرعب به قلوبنا، لكن هذا الغلام جاء برجز يختلف، فبرز إلينا غلام وجهه كفلقة القمر، أرخى دموعه على عينه وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتد بين أناس لاصقوا صوب المزن. أجركم الله. قاتل فيهم على بعض المقاتل أن قتل فيهم مقتلة عظيمة حتى غاص فيهم وذكرهم بحملات المجتبى في صفين والجمل. الله أكبر. أجركم الله. إلى أن انقطع شسع نعله والأزدي واقف قال: علي آثام العرب إن لم أثكل به عما. فجاءه أجركم الله فضربه بالسيف على رأسه. أين المنادي وقاسما؟ أين المنادي واسين؟ صاحب صوت أدركني يا عمي، تراني تخضبت من فيض دمي يا عمي، قطعوا بالسيف جسمي وما ظل عظم سالم مات الشيم. أجركم الله. جاءه الحسين قتل قاتله عم قاسم بني يعز على عمك أن تدعو فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك. أراد حمله إلى المخيم. أرباب المقاتل ينقلون أنهم ما كانوا يعرفون هل الحسين أطول أم القاسم أطول. لماذا؟ لأن رجلي القاسم كانت تخطان الأرض من انحناء ظهر الحسين. يا أبا عبد الله. أتى بي إلى الخيمة جابه ومدد ما بين أخوت، قعد عيدهم ويوي
موته، بس ما سمع عن النسوان صوته. اجت رملة تصيح الله أكبر. يلا بيت الدعاء. جاءته مولاتنا زينب أخي حسين رملة تريد أن تنع القاسم وهي خجلة منك، كأني بالحسين بأبي وأمي خرج. دخلت رملة بيا لسان راح تخاطب القاسم وهي تراه مقطع بالسيوف. قالت يا ابني يا ابني الشقول عليك يا ابني، يما دول ابني زماني بيك، دول ابني دول ابني زماني بيك يا سلوى. شلون انساك وانسى ايامنا العلوة يا بلوى، المثل ما سدت بلوى يا ابني، ولا عند الموزمة تذبني ذبني. هذا البيت يوجع القلب. يما تذب بيك 9 من الشهر شالت، ونالت من ثجيل الحمل ما نالت. أمك جابتك يا مدلل وحالت وقت الضيج. الله أكبر ولا مال نردتك مرد الدنيا، ولا مال تحضرني لا وقع حملي، ولا مال يا جاسم خابت ظنوني، ولا مال وقت الضيج ليش قطعت بي. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن قبول يا الله. اللهم شافي وعافي جميع المرضى، كل من أوصانا بالدعاء. اللهم اقض حوائجهم، يسر أمورهم، شاف مرضاهم، أدي ديونهم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، موتى الحاضرين والسامعين، موتى ومن لم يكن له ذاكر يذكره، أرواح شيعة أمير المؤمنين، وإلى السيد الإمام والسيد القائد. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.